صحيت في مستشفى العباسية والممرضة قالت لي حماتك هي اللي جابتك بنفسها. فتحت عيني ولقيت السقف مش هو السقف اللي متعودة عليه. الحيطان كان لونها أخضر وفي إيدي صورة بلاستيك مكتوب عليها اسمي. كان في ممرضة واقفة جنب الباب. سألتها أنا فين؟ قالت لي إننا في العباسية. سألتها ليه؟ قالت لي إن حماتي جابتني بعد الظهر وقالت إني خطر على نفسي وعلى بنتي المولودة. دماغي ما كانتش قادرة تستوعب اللي بيحصل. آخر حاجة فاكراها إني نمت على الكنبة وبنتي كانت نايمة في سريرها. جوزي شادي كان في الشغل وأم سميرة كانت جاية تساعدني. فاكرة إن سميرة ادتني كوباية مية وقالت لي شكلك تعبانة يا حبيبتي، وبعدها مش فاكرة حاجة. سألت الممرضة لو بنتي هنا. هزت رأسها وقالت لي لا. قلت لها أنا مش محتاجة علاج وفي غلطة. هي بس كتبت كلمتين في الورقة وخرجت. بعد ساعة دخلت الدكتورة وسألتني أسئلة كتير عن مزاجي وأفكاري وهل عندي أفكار انتقامية. جاوبتها بكل صراحة. أنا مش مكتئبة وعمري ما فكرت أذي نفسي. هزت رأسها وكانت بتسجل ملاحظات، بس ما كانش باين عليها إنها مقتنعة. قالت إن سميرة ادتهم بيان مفصل عن تصرفاتي الغريبة وإنهم محتاجين يحطوني تحت الملاحظة 3 أيام قبل ما ياخدوا أي قرار. طلبت أكلم جوزي. قالت لي إن مكالمات التليفون ميزة لازم أستحقها الأول. قضيت اليومين اللي بعدهم ماشية على القواعد بالحرف وبتكلم مع كل الأخصائيين اللي بيكبوا هملي. كنت هادية ومتعاونة جدا رغم إني كنت هموت وأصرخ. في اليوم الثالث الأخصائية الاجتماعية وافقت أخيرا تخليني أكلم شادي. لما رد صوته كان غريب جدا. سألته بنتي فين؟ قال لي إنها مع أمه وإن ده الأفضل دلوقتي لحد ما أتعالج. ساعتها بس فهمت. سميرة كانت مرتبة لكل ده وبعدين خدرتني ورمتني في مستشفى مجانين عشان تاخد بنتي. الأخصائية لاحظت إن ملامح وشي اتغيرت فجأة وسألتني لو أنا كويسة. قلت لها أنا محتاجة أكلم المحامي والمسؤول عن حقوق المرضى فوراً. حكيت للمسؤولة كل حاجة، إني ماليش أي تاريخ مرضي وإن حماتي هي اللي خدرتني وإديتها رقم أمي عشان تتأكد إني إنسانة متزنة وعندي ناس بتدعمني. المسؤولة عملت اتصالاتها. أمي جرت بالعربية 4 ساعات للمستشفى وكانت هتكسر المستشفى على اللي فيه عشان تشوفني. في اليوم الخامس خرجوني معي اعتذار رسمي وورقة في ملفي بإن الدخول كان بناء على معلومات مضللة. أمي أخدتني وركبنا العربية وعلى بيت سميرة. عربية شادي كانت موجودة. أنا ما خبطش على الباب. أنا كسرت الباب برجلي ولقيت سميرة قاعدة على الكرسي الهزاز وهي حاملة بنتي. أنا ما صرختش، مشيت بهدوء وأخدت بنتي من بين إيديها. البنت مسكت فيا على طول كأنها عارفة أمها. شادي جه بيجري من المطبخ وبيسأل في إيه وبيحصل إيه. بصيت له ببرود وقلت له مستنية ورقة طلاقي. سميرة بدأت تعيط وتقول إنها كانت بتحاول تساعدني بس وإني أكيد مش متزنة طالما مش شايفة ده. لفت ليها وقلت لها أنا لو شفت وشك أو وش ابنك هوريكي الجنان شكله إيه. أخدت طبعا حضانة كاملة لأن شادي معرفش يشرح للقاضي هو ليه ساب أمه ترمي زوجته في مستشفى مجانين من غير أي سند طبي. بعد 6 شهور بنتي أخيرا بدأت تزحف وهي بتضحك كل ما أجري وراها في الصالة. وبالنسبة لحماتي وطليقي ما يستاهلوش فرصة تانية.